كرة تعود للفريق الإيراني طويلة خطيرة جدا وفرصة هدف إيراني. هدف إيراني بعد ثواني فقط من فرصة أدريان التي ضاعت. تمريرة تضرب المدافعين ويسجل النادي الإيراني هدفا لم يكن في الانتظار بصراحة بعد الدقائق اللي شاهدناها من لاعبينا. هدف أول كرة القدم أهداف. قاسم حدادي سجل طبعا، أضعنا أكثر من كرة بالذات كرة أدريان الأخيرة، الفرصة الأخطر بعدها بثواني النادي الإيراني يصل إلى الهدف الأول. ما عليه، كانت الأمور في صالحنا، ولكن لا يزال كثير من الوقت متبقي. تمريرة من مسافة بعيدة بينية بهذه الوضعية اللي مرت من بين لاعبين، تحرك حسان بهلوان وحالة انفرادية وبعد ذلك الوصول إلى مرمانا بهذه اللقطة. تمريرة اخترقت خط الوسط واخترقت المدافعين ووصلت إلى حسان بهلوان. تمريرة عابرة القارات بصراحة غريبة جدا. الكرة الأخيرة غفلة من لاعبين، المساحة كانت مفتوحة، لاعبين الارتكاز كانوا بعيدين، تغطية كانت متأخرة من المدافعين. الأهلي يحتاج الفوز على الجيش في الجولة الأخيرة مع خسارة العين في ملعبه ضد ناساف الأوزبكي. مهمة صعبة جدا، كرة عرضية خطيرة وفرصة رأسية وهدف ثاني. لسه أقول معاناة من أجل التأهل. أراد النصر أن يتحدث عن نفسه في هذه اللقطة. الكرة لمصلحة الفريق الإيراني والهدف الثاني. هذه الكرة العرضية نحو القائم الثاني، كان في الانتظار المهاجم تبريزي لرضائي. تشوفها مرة أخرى عرضية للقائم الثاني. اللاعب في القائم الثاني عمل تحضير رائع، تحرك ممتاز. محمد حسين كان ينظر إليها وهي تعانق شباكة، بطيئا ضعيفا بعيدا، غير قادر على فعل الكثير، مستسلما مهزوما ربما في مباراة اليوم. سوى شيء غير عادي. كرات بين لاعبي الفريق الإيراني، محاولة لاختراق الدفاع، مرور وداخل منطقة الجزاء وهدف ثالث لذوبهان. هدف ثالث لذوبهان. إحسان بهلوان ثلاثية. شوفها مرة أخرى، لاعب لوحده بين مجموعة من لاعبي النصر، عدى من الأول من الثاني من أمام الثالث، وحالة انفرادية وكرة بين قدمي حارس المرمى، وبالتالي فإنه لوحده تمشى بين لاعبي النصر كما يريد ووضع الكرة بأفضل طريقة حتى ممكنة في مرمى عبد الله العنزي. هدفا ثالثا بمجهود فردي. شوف منين استلم الكرة، 1 2 3 لاعبين 4 إلى 5 تمشى من بينهم وكأنهم لا يروه. لا إله إلا الله، كرة كانت غريبة جدا. نصر يقبل هدفا ثالثا، تحمل جراح